بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى. في البداية كل التحية والتقدير لحضراتكم. جولة جديدة من جولاتنا في سوق السيارات الجديد في طريق السخنة. يمكن في عجالة، بس في حاجة ضايقتني شوية وانا داخل التيكت. احنا كنا بنقول التيكت بالنسبة للفيزيتورز ب20 جنيه، وبالنسبة للناس اللي داخلة الساحات ب50 جنيه. النهاردة للأسف تيكت موحدة ب50 جنيه، ودي حاجة مش كويسة لسبب ان السوق لسه في بدايته وفي ركود جامد جدا. وحضرتك مش هتاخد التذكرة ام 50 جنيه غير لما يجي لك ابو 20 جنيه. يعني الناس اللي بتيجي، لان خاصة لسه مفيش مواصلات للسوق، فاحنا بس ندعم السوق في الفترة الاولى دي على اساس ان هي الناس تيجي فيه، الناس اللي هي بتشتري، اللي هي بتعمل حياة للسوق فعلا يعني. بخلاف كده الحمد لله رب العالمين، النهارده الشارع العقاري اشتغل. يمكن احنا بنتكلم من قدامه حاليا. وحدة مرور، رحت سألت السادة الضباط، ناس محترمة جدا، شباب صغير محترمين قمة في الاحترام يعني. في استعلام أمني خلاص. يعني حضرتك هتيجي العربية قبل ما تشتريها في مركز فحص، احنا صورناه في الجولات اللي فاتت. في استعلام أمني دلوقتي. انت بتروح بعد ما العربية بتفحصها وعجبتك، بتروح تعمل استعلام أمني على صاحبها وعلى العربية نفسها. بتنقل. الشارع العقاري شغال خلاص. عايز تعمل توكيل بتعمل، عايز تعمل عقد مسجل بتعمل، كل الخدمات متوافرة فيه. الشارع العقاري اشتغل خلاص النهارده. يعني اخيرا بقى عندنا شارع عقاري في مصر يوم الجمعه. برضو في عجاله، على اساس ان احنا نركز بقى في الاسعار بعد كده. الانطباع عن الناس هنا، او من خلال الرسائل اللي جات لي الاسبوعين اللي اشتغل فيهم السوق، انطباع نيجاتيف جدا او سلبي من ناحيه الاسعار. اسعار غاليه جدا جدا يعني طبعا كل واحد حر في ماله، بس التسعير ده على اساس ايه؟ يعني التسعير بتاع المستعمل ده بيتم على اساس ايه؟ هل على اساس دولار، او على اساس ان احنا بناخد مده استهلاكنا للعربيه او السوق عامه؟ لكن انا شايف ارتباك غير طبيعي. يعني احنا كنا نازلين ان احنا هنتفاجئ بالاسعار اللي على النت. نزلنا لقينا اسعار النت دي فوقها 15 و20 الف جنيه. ففي ركود كان في الاسبوعين اللي فاتوا. مش هنطول بقى ونخش نشوف العربيات والاسعار بتاعتها عامله ايه النهارده. لا. دايو لانوس موديل 2005. العربية مرور عبود شبرا، الفتيس مانيوال. التكييف بتاعها شغال، الدواخل بتاعتها فابريكا. عنده حاجة بس، يعني أنا كنت واقف سامع الحوار بينه وبينه، وأنا اقتنعت بحواره بصراحة. العربية السقف بتاعها راشش. هو طبعا هيروحوا يفحصوا. السقف راشش للتكليح هو والكبوت. والجنبين بتوعها فابريكا، والدواخل بتاعتها كلها فابريكا، والشنطة فابريكا. فالناس مستغربة اللي جاية بتسأل. يعني الراجل قال لهم أنا السقف كلح. رحت دهنته، يعني مش عايز امشي بالعربيه بشكلها مش حلو يعني. العربيه عامله 127 الف كيلو. طبعا ده هيتفحص العداد ده، يتشاف شرعي ولا لا. مرور عبود زي ما قلت، الفتيس مانيوال. السعر مطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 135 الف. تليفون المالك هينزل للي حابب يتواصل معاه. العربيه فيها رخصه لمده 6 شهور، وفيها ورقه واحده بس اللي هي باسم المالك حاليا. لانوس 2005 مانيوال. السعر مطلوب فيها قبل الفحص والتفاوض 135 ألف. من زمان ما صورناش اللوجان. رينو لوجان موديل 2016، فئة تانية اوتوماتيك. العربية رشة بره ما عدا السقف بتاعها فابريكا. ليها قصة بس كده هناخدها بعجالة عشان خاطر اللي هيتصل بالراجل يبقى عارف الديتيلز كلها. اول حاجه الرخصه منتهيه. تاني حاجه العربيه مغيره شورت بلوك، فهو لسه طبعا الورق بتاع الشورت بلوك هو مش عايز يروح يغير على اساس اللي هيجي. لسه هيطلعوا شهاده بيانات وهيطلعوا ورق، فيبقى الورق باسمه بالمره وهو يتنازل عن الجو. فالمعلومه التانيه ان هي مغيره شورت بلوك، لسه مش مثبت على الرخصه. الحاجه التانيه بالنسبه للدواخل، العربيه كان فيها خبطه من ورا من ناحيه الحله اللي هي بتتحط فيها الاستبن، بيسموها الحله. دي كانت معموله ومردوده على البارد، ما فيهاش لحامات. بخلاف كده العربيه الكيلومتر الفعلي قبل تغيير الشورت بلوك كان 258 الف. الشورت بلوك بعديه 166 الف. يعني الشورت بلوك اللي معمول ده عامل 166 الف، هو بيكمل بقى. لكن هي العربيه اصلا كان الكيلومتر بتاعها 258 الف. الراجل يعني بصراحه اونست جدا، يعني قال لنا كل البيانات. مرور السلام، وزي ما قلت الرخصه منتهيه. عندي بس الاسم. الرخصة منتهية. السعر مطلوب فيها 195 ألف، وهو بيقول ده فاينل. واللي هو عامل حساب الحاجات اللي هي تعمل فيها. هي فيها اكسدام الخلفي ده مكسور زي ما احنا شايفين كده. ده عايز يتغير وشوية ترويج بقى. هو طالب 195 ألف. تليفونه هينزل للي حابب يتواصل معاه.
لوجان 2016 فئه تانية اوتوماتيك 195,000. من ضمن الحاجات اللي هي لفتت نظري جدا، يمكن كان الاسبوع اللي فات واللي قبليه لقيت مكتبه، فانا استغربت قلت المكتبه دي بتعمل ايه في السوق يعني. فالنهارده بعد ما الشارع العقاري اشتغل، المكتبه معموله عشان التصوير المستندات، فالناس داخله بتصور مستنداتها جوه، اللي عايز يصور رخصه بطاقه الحاجات دي كلها متوافر هنا مكتبه حاليا لتصوير المستندات. فمشروع والله حلو يعني، الناس بتفكر برضه يعني جنب الشارع العقاري والمرور بيكون في مكتبه. بصوا يا جماعه، يعني انتوا اتعودوا انا الاسعار اللي انا بقولها يعني مش هعلق عشان محدش يزعل مني. انا هتكلم على العربيه اقول سعرها. شيفروليه افيو موديل 2014 مانيوال، عامله 37,000 كيلو عداد. العربيه مرور حلوان، فابريكا بالكامل كلها، يعني هي العربيه مانوال هنقول فابريكا بالكامل وخارجه من المعرض دلوقتي وعامله 37,000 كيلو عداد. السعر المطلوب 300,000. ده يعني انا بتكلم بجد والله، ولا السعر اللي اتقال للناس كلها. السعر المطلوب فيها 300,000. طبعا كل واحد حر في ماله، انا ماليش علاقه خالص، هو كل واحد حر في ماله. السعر 300,000. التليفون الملك هينزل للي حابب يتواصل معايا. افيو موديل 2014 27,000 كيلو عداد، 37,000 كيلو عداد انا اسف. فابريكا بالكامل 300,000. ناخد بقى طالما خدنا الافيو ناخد الاوبترا. الشيفروليه اوبترا موديل 2007 اوتوماتيك. العربيه فيها اولى بس هو مركب لها 4 جنود. رشه بره ما عدا السقف. الكيلومتر بتاعها 176,716، لان انا ده بس هو كل الحاجات دي هتتفحص، يعني اللي انا بقوله ده حاجه تانية خالص يعني. 176,000 الكيلومتر. السعر المطلوب فيها الراجل كان بيقول 190,000 لكن هو اخره 175,000. يعني كنا هو بيبلغ الناس ب 190 لكن انا بتناقش معاه قال لي كده 175 وشطارتكم. العربيه مرور الشرقيه فيها رخصه لغايه شهر 10. شيفروليه اوبترا موديل 2009. العربيه اوتوماتيك، فيها اولى، رشه بره كلها ما عدا السقف. فيها شاشه اندرويد من جوه، عامله 176,000 كيلو. السعر مطلوب 175,000. المرور الشرقيه. التليفون هينزل مع الفيديو اللي حابب يتواصل معاه. صح، هي العربيه متواجده في حلوان معرض. ده يا جماعه حوار انا حابب ادخلكم فيه لان الحوار ده مهم جدا. دي مشكله عند مركز الفحص الجديد اللي هو شيل اوت اللي في السوق. الخلاف احنا هنحضر حضراتكم فيه دلوقتي. الراجل فحص ودفع 500 جنيه للفحص. من ضمن الحاجات اللي هو طالبها عايز مطابقه بصمه شاسيه وموتور. المركز قال لا، مش من مسؤوليتنا المطابقه بتاعت الشاسيه والموتور. فده في جدال كبير جدا بينهم دلوقتي، ويمكن احنا حضرنا الجدال دون، وعايزين بقى راي الناس اللي هي المتمرسه في الموضوع. هل بصمه الشاسيه والموتور دي من اساسيات الفحص ولازم الزبون ياخدها ولا لا؟ احنا شايفين الموضوع عامل مشكله كبيره، حتى يعني الناس كلها اتجمعت عند مركز الفحص. انا بقول لك عشان ما تجيش عليا. يمكن هنكتفي بالجزء الاول ده، يعني ده الجزء الاول من جوله النهارده في سوق السيارات الجديد للجمعه الثالثه على التوالي. استعرضنا فيه الاسعار، وبصراحه من وجهه نظري يعني صادمه انا مش قادر اقول اكتر من كده، يعني صادمه بالنسبه لنا كلنا، يعني حتى اصحاب المعارض والناس اللي هي نازله تشتري والتجار وكده برده ما حدش بيشتري، يعني اسعار عاليه قوي قوي. بس عشان خاطر الناس اللي ما كانتش متابعانا من الاول، السوق التيكت 50 جنيه دلوقتي بقى الشارع العقاري، المرور، كل الحاجات في مراكز الفحص كله شغال فيه حاليا. باذن الله نبدا بقى تاني نكمل مع حضراتكم الجزء الثاني ونكمل بقيه اسعار العربيات اللي موجوده.